ده انسان كذاب وزباله. مش ده اللي حصل خالص. انا اللي رفضته، انا اللي ما ارتحتش ورفضت ان انا اكمل. انا عايزه احكي لك القصه كلها عشان تفهمي. بابا كان احن راجل في الدنيا كلها. كنت متعلقه بيه تعلق مش عادي. كنت بحبه قوي قوي قوي. بيحبني حتى وانا في اسوأ لحظاتي. بابا كان كل حاجه في دنيتي، وانا عارفه انا بالنسبه له كنت ايه. ده برضه حاجه كبيره. بابا تعب اخر سنه جامعه. الموضوع كان فجأة. قعد يرجع وكان عنده وجع شديد في بطنه. واحنا قلنا اكيد تعب يعني وهيروح هيخف اكيد بسرعة. بس يا حبيبي فضل موجوع كتير قوي ومحدش عارف كان ماله. الدكاترة لما احتارت في الآخر قالوا احنا بس نعمل الأشعة بالصبغة على الجسم كله، عشان كانوا شاكين في حاجة معينة. قبل أي شيء أنتوا مؤمنين بالله وعارفين إن كل شيء مقدر ومكتوب، وإن ربنا هو الشافي قبل أي حاجة تانية. أكيد يا دكتور، اتفضل قول. للأسف في ورم خبيث في البنكرياس، ومش في أوله. لا مش فاهمة، يعني ايه مش في اوله؟ في المرحلة الرابعة ليت ستيج، والأشعة بتقول إنه انتشر للكبد والرئة. طيب وحضرتك شايف ايه العلاج المناسب؟ إشعاعي ولا كيماوي؟ نبتدي بإيه؟ هو للأسف في المرحلة دي اللي نقدر نعمله إن إحنا نخليه مرتاح الفترة اللي فاضلة على قد ما نقدر. أنا مش فاهمة يعني إيه نخليه مرتاح؟ يعني إيه نخليه مرتاح؟ أكيد هنا في حاجة غلط. وحضرتك بتتكلم عن بابا اللي كان بيفطر معانا من يومين وكان مرتاح وكان مبسوط. أنا مش فاهمة حاجة. للأسف معظم الناس اللي بتيجي بحالات بنكرياتيك كانسر بتكون في مراحل متأخرة، بعد ما المرض بيكون اتمكن من كل حاجة. أيوة يعني إيه؟ أنا مش فاهمة إيه اللي أنت بتقوله ده. في المرحلة دي كل حاجة بتبقى بإيد ربنا، كل حاجة خلاص. هو إيه اللي خلاص؟ سارة حبيبتي، الكلام ده ما منوش فايدة دلوقتي، خلاص. إيه اللي خلاص؟ سارة ممكن تهدي؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ سارة اهدي. بابا انا ما عرفتش انام في البيت من غيرك هناك، فجيت لك وراحت عليا نوم. عايزني طيب اقرا لك شويه ولا افضل هنا وابقى ساكته وخلاص؟ تعالي يا سارة جنبي، تقعدي جنبي حبيبتي. انا جنبك اهو. انا جنبك اهو، مش رايحه في اي حته. قولي طيب اجيب لك كوبايه ميه او اعمل لك ايه؟ عايزه اعمل لك ايه؟ لازم تبقي قوية يا سارة، ما تضعفيش، خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. أنا قوية بيك يا بابا. البني آدمة الكبيرة اللي أنت شايفها دي ولا حاجة من غيرك. انت لازم تبقي جامدة وقوية، ما تخليش حاجة تكسرك، وخلي بالك من ماما. عشان خاطري ما تقولش كده يا بابا، عشان خاطري. وبابا كان تعبان وكانت الناس تيجي تزوره، كانوا بيقولوا لنا ادعوا له ان ربنا يريحه ويرتاح من الوجع اللي هو فيه. وانا كنت بتجنن، كنت بتشال وبتحط، بقول لهم انتوا بتقولوا ايه؟ ما ينفعش تقولوا كده، اطلعوا بره. كنت بجري عليه وبحضنه وبقول له شايف حبايبك وصحابك واهلك بيقولوا ايه؟ سامع؟
الناس اللي انت بتقول انهم واقفين في ظهرك سامع بيقولوا ايه؟ بس هو يا حبيبي ما كانش دريان وقتها، ما كانش موجود. يا رب، يا رب انت الكريم. انت الشافي حتى لو اكتشفوا اعظم علاج في العالم. يا رب اذن، يا رب اذن، يا رب اذن. انا لسه محتاجاه، انا لسه محتاجاه. بابا، بابا ما تخافيش، ما تخافيش بابا، ما تخافيش. انا اسف، البقاء لله. وقت الوفاه الساعه 3:45 دقيقه صباحا. ما تخافيش أرجوك. بابا، بابا، بابا تعالى. يا حبيبتي انت وحدة الله، الله بابا عشان خاطري، عشان خاطري رد عليا. لا